السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل ملوخية الخضراء، سهلة جدا وبسيطة، طريقة جميلة جدا. اتمنى طبعا انها تعجبكم. يلا بينا نشوف هنعمل الطبق الجميل دوت ازاي. زي ما انتم شايفين كده معايا كيس ملوخية خضراء. طبعا بتسيبيها تفك. معنا شوربة كده ده الشوربة دي غليت، او هي بتبقى مثلا عملنا فراخ ولسه حالا وغليها. هنزل بيها كده الملوخية في قلب الشوربة اللي هي مغلية اصلا، تحطيهاش في الشوربة تكون باردة. هتقلبيها لحد ما الملوخية تفك في قلب الشوربة. تمام كده، قلبي كده فيها لحد ما تبقى يعني سابت من بعض. طبعا زي ما انتم شايفين خلاص كده فكيتها مع الشوربة. هديها غلوة بس ما تقلبش، يعني ما تغليش جامد عشان الملوخية بتسقط. هديها غلوة كده بسيطة. اول ما بتبتدي تقلب هروح طفي عليها. طبعا الحاجات اللي على الوش الرغاوي ديت بشيلها. زي ما انت شايفة كده خلاص شلناها. نعمل مع بعض بقى ايه الطشة بتاعت التومة بتاعتها، ودي سهلة جدا. هديها بس شوية ملح، فلفل اسود، رشة كمون بسيطة اوي. هقلبها وبس كده خلاص. هسيبها تغلي زي ما قلتلك. قبل ما تقلب يعني اول ما تبتدي تغلي كده هطفي عليها. معانا كده نص معلقة توم وربع معلقة كزبرة ونص معلقة زبدة. هحمرها على النار لحد ما تبقى لونها ذهبي. تمام كده، معانا الملوخية خلاص قربت تقلب يعني غليت. هنطفي عليها ونكمل الدقة سوري التومة بتاعتها. ادي التومة بتاعتها هي لسه محمرتش. اول ما تحمر هطفي عليها واحطها على الملوخية. طبعا التومة لو اتحرقت هترميها وتعملي غيرها، عشان كده ما تمشيش وتسيبيها، خليكي جنبيها. شايفين كده قربت تحمر خلاص كده احمرت. هنزل بيها على الملوخية. بعد المرحلة دي ما تغطيش الملوخية خالص، هتسيبيها مكشوفة وبعدين تقدميها. وبكده اكون وصلت معاكي لنهاية الفيديو بتاعنا. طبعا اتمنى الفيديو يكون عجبك. ما تنسنيش بقى لايك وشير وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.